بخلاف الهالة الإعلامية التي تخصص للصناعة العسكرية الجزائرية على الدوام، فإن وسائل الإعلام في الجارة الشرقية لم تتحدث هذه المرة نهائيا عن إقدام بلد المليون شهيد على تصنيع وتطوير الصواريخ الحربية، لتنضم بذلك الجمهورية الجزائرية إلى نادي الجيوش التي تمتلك برامج صناعة الصواريخ. ووفق ما أفاد به الموقع الفرنسي مينا ديفونس المتخصص في الصناعة الحربية والإنتاج العسكري، اعتزام بلاد الجزائر دخول غمار تصنيع الصواريخ الحربية لم يتم الكشف عنه من قبل المؤسسات العسكرية الجزائرية، لا سيما مديرية الصناعات العسكرية ووزارة الدفاع الوطني، لكنه ورد في عدد آخر من الجريدة الرسمية للجزائر ولو بطريقة مبطنة، بحيث يكشف المرسوم الرئاسي رقم 219 عن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية ذات الطابع الصناعي التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. المؤسسة سالفة الذكر وضعت تحت وصاية وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، وتعهد إليها مهمة وضع تصاميم وهندسة المشاريع وصناعة أنظمة الأسلحة الخاصة والجزائر الخاصة بالجيش التابع لها، ومن ثم تسهر المؤسسة العسكرية على عملية البيع والتصدير في مختلف التجهيزات الحربية. كما تتشكل المؤسسة من مجموعة من الهياكل، من بينها مديرية الصناعات العسكرية والمديرية المركزية للعتاد وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديرية المصالح